السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين العيش السوري وكلنا بنحب الوصفات اللي بتتعمل منه. طب ايه رأيكم نعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا ومقادير مفيش ابسط منها، بشوية دقيق ومية. وكمان هنتعرف على اسهل طريقة للفرد اللي بيها هنحصل على عيش سوري شفاف جدا وزي اللي بنشتريه من بره واحسن كمان. لكن قبل ما نبدأ اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. يلا نقول بسم الله ونبدأ. نشوف هنحتاج ايه. معايا 3 كوبايات دقيق منخول، ومعاهم نص معلقة ملح ونص معلقة سكر ومية للعجن، بس مفيش مقادير ابسط من كده. حط الملح والسكر على الدقيق وقلبهم. ممكن تزودي الدقيق شوية لو حابة، بس جربي دايما في كمية قليلة، ولما تنجح معاكي زودي الكمية. وزعت الملح والسكر مع الدقيق، ابدأ بقى انزل بالمية شوية بشوية ونقول بسم الله ونعجن. وزي ما احنا متفقين في كل المعجنات بننزل بالمادة السايلة شوية بشوية. انزل كمان بشوية مية واكمل العجن. في العجينه ما بنحطش ماده دهنيه ولا زيت ولا زبده ولا سمنه ولا اي ماده دهنيه، لكن في الفرد بنحتاج زيت. هتعرفوا معايا دلوقتي هنستخدمه ازاي. كده الميه انا مش محتاجاها خلاص، حطيت الميه الكافيه. هبدا اعجن بقى كويس. العجينه ما تكونش طريه قوي عشان ما تلزقش مننا واحنا بنفردها. ده قوام العجينه اللي انا محتاجاه، ما تكونش طريه قوي ولا مقفوله قوي، واهم حاجه انها تكون ما بتلزقش زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هجيب طبق وارش عليه رشه دقيق عشان هشكل العجينه واسيبها ترتاح بعد ما تتشكل. هشكلها بقى الكور كده، وهنا نحدد حجم الرغيف. عايز الرغيف كبير او صغير، بس عاده هو ما بيكونش صغير عشان لما بنيجي نعمل منه سندوتشات بيكون ليها طريقه قفل معينه، ان شاء الله نتعرف عليها في الفيديوهات الجايه. فحجم الكوره ده مناسب جدا للرغيف. سيبي مسافه بسيطه بين كل كوره وكوره عشان العجينه لما تريح ما تلزقش منك. وهشكل كل كميه العجين دي بنفس الشكل كده. هخلصها وارجع لكم. كده شكلت كل كميه العجين، هغطيها بقى بالكيس اللي معانا على طول في كل المعجنات وهنسيبها ترتاح حوالي نص ساعه. ودي العجينه بعد ما ارتاحت. يلا بقى نجهز خليط الفرد. مكوناته عباره عن ايه؟ نص كوبايه زيت ونص كوبايه دقيق. هحط الدقيق على الزيت، وده الجديد بقى النهارده. فاكرين السمبوسك فردناها برضو بزيت ودقيق، بس كان كل مرحله لوحدها، ندهن زيت الاول وبعدين نرش دقيق. لا، الخطوه دي بتسهل علينا كتير. نحط الدقيق على الزيت ونقلبهم مع بعض. القوام بتاعهم يكون شبه الطحينه الخام بالظبط، بالظبط زي الطحينه الخام. شايفين قوام الخليط؟ ده الخليط اللي احنا هنفرد بيه. نجيب بقى رشه دقيق ونبدا نفرد. انا هفرد كل 3 كور مع بعض، والطريقه دي جديده وهتسهل علينا كتير. في السمبوسه كنا بنفرد 2 بس، لكن المره دي هنفرد 3 مع بعض وهتشوفوا النتيجه جميله جدا. اول حاجه بفرد على دقيق كده. هنفرد 2 قد بعض وواحده كبيره شويه. كده فردت اول قطعه، وغالبا دي اللي هتبقى كبيره شويه. نفرد بقى القطعه التانية برضو على دقيق فوق وتحت في حجم رغيف العيش البلدي كده. دي اول مرحله للفرد. دي القطعه التانية اصغر من الاولانيه بشويه، والتالتة نفس الحكايه. دقيق فوق وتحت ونفرد. كده فردت ال3 طبقات اللي انا هستخدمهم. هاخد بقى القاعده اللي انا مكبراها شويه واحط عليها ال2 التانيين، وهستخدم هنا الخليط ده. هدهن اول طبقه من خليط الفرد اللي احنا عملناه مع بعض من الدقيق والزيت. والخليط ده ليه وظيفتين، بيعزل ما بين الطبقات وبيسهل علينا في الفرد. دهنت اول طبقه، احط عليها الطبقه التانية، ولازم الطبقه اللي تحت تكون كبيره شويه. وهدهن الطبقه التانية بنفس الطريقه، وما تسيبيش حته مش مدهونه عشان المكان اللي مش هيكون مدهون بالخليط ده لما نيجي نفرد هيلزق ويمسك في بعض، ووقت ما نيجي نفصل الطبقات عن بعضها هيتقطع مننا ومش هيكون الطف حاجه. عشان كده لازم ندهن كويس كل الطبقات ما عدا اخر طبقه، بنديها رشه دقيق ونفرد. وما تحاوليش تجودي وتدهني اخر طبقه، دي هتكون صعب عليك في الفرد جدا ومش هتديك نتيجه كويس. نفرد بقى العجينه كويس ونأكد على الحروف. لف عليها كده بالنشابه من جميع الاتجاهات. نشوف سمك العجينه. لا، لسه محتاجه شويه فرد زياده. اقول لكم ليه بقى خليت اول طبقه اكبر؟ عشان لما بنفرد عجين طبقات الطبقه اللي فوق هي اللي بتتفرد اكتر، فبنضطر نقلب في العجينه كل شويه، نخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. لكن بالطريقه دي
كل الطبقات هتبقى قد بعضها من غير اي مجهود. كده فردت العجينة. يلا بقى نروح عند البوتاجاز ونبدأ نسويها مع بعض. اجيب صينية واولع البوتاجاز واحطها مقلوبة على العين تسخن. اول ما تسخن انزل عليها بالعجينة درجة حرارة متوسطة. انا مش عايزة العجينة تاخد لون، انا عايزاها يدوب تشمع، يدوب تشوفوا الشكل ده كده تبدأوا تقلبوها على طول. شايفين الشماعة يدوب ما خدتش لون، بتكملش نص دقيقة على فكرة. واول ما بتشمع الحروف بتفصل لوحدها، ودي فايدة الخليط اللي احنا دهناه بين الطبقات. لو كنا سيبنا مكان مش مدهون كانت هتلزق مننا. شايفين بقى النتيجة خفيف ازاي؟ خرجنا اول طبقة نقلب ونخرج التاني. خدي بالك برضو على ايديك، العجينة سخنة مش برد. شايفين شفافة جدا ازاي؟ والطبقة الوسطانية دي اجمل طبقة فيهم عشان بتبقى مدهونة من فوق وتحت، بتبقى خفيفة جدا ولونها جميل. خرجيه بقى على فوطة، جمعي الطبقات كده وخرجيها على فوطة. طبقات العيش سخنة وفيها نسبة رطوبة كبيرة، فلازم تخرجيها على فوطة كده علشان اول طبقة ما تعرقش منك وترجع عجين زي الاول، وتغطيها كمان من فوق عشان ما تنشفش منك. ولما تيجي تعملي منها اي وصفات تعرفي تلفيها بسهولة. يلا نفرد بقى كمان مرة. برضو هنستخدم 3 قطع دي فوق وتحت ونفرد. دي اول طبقة، نفرد التانية ونفرد التالتة. وخلاص بقى عرفنا ان معانا طبقة كبيرة هتكون القاعدة. اجيب بقى الخليط اللي هو دقيق وزيت وندهن الطبقات، وما نسيبش اي مكان مش مدهون. دهنت الطبقة الاولى احط عليه الطبقة التانية. احنا بندهن الطبقة الاولى والتانية بس بالخليط ده، التالتة بنحط عليها دقيق عشان نعرف نفردها كويس. دي الطبقة التانية، احط عليها الطبقة التالتة واديها رشة دقيق ونفرد. طريقة سهلة جدا ونسبة نجاحها مضمونة 100%. وبدل ما نفرد واحدة بنفرد 3. كده فردت العجينة وأكدت على الحروف زي ما قلت لكم. يلا بقى نسويها مع بعض. الصينية سخنة ودرجة الحرارة مش عالية عشان مش عايزاها تاخد لون. نحط العجينة ويدوب تشمع، نقلب على الوش التاني. بمجرد العجينة ما اتشمعت الطبقات بتفصل عن بعضها، بتلاقي الطرف كده ساب من العجين وبعضه، تسحبيه بكل سهولة. شايفين الطريقة سهلة جدا ازاي؟ ونقلب تاني عشان الطبقة الوسطانية كمان تشمع. استعيني بايدك بقى او اسباتيولا، الاسهل لك استخدميه. شايفين شفاف جدا ازاي؟ والطبقة الوسطانية دي اللي انا بحبها جدا زي ما قلت لكم. هديها تشمع هي كمان بسيطة كده وارفعها من على النار. وخدت بالكم كل الطبقات قد بعضها ازاي عشان الطريقة اللي احنا استخدمناها في الفرد. ونجمع كل الطبقات على بعضها، وتحت فوطة وفوق فوطة. لازم العجينة دي تتغطى يا جماعة، لو متغطتش هتنشف منك ومش هتقدري تستخدميها. وهفرد كمان مرة معاكم بشكل اسرع عشان نوضح الفكرة ونسويها مع بعض. خلصت فرد وخبز كل الكمية. شايفين ما شاء الله 3 كوبايات دي عملوا كمية عيش قد ايه.
شايفين الفرد شفاف جدا ازاي، وطري وجميل جدا. شايفين؟ ولا بيتكسر ولا حروفه نشفت ولا اي حاجه، وكل الطبقات مفروده بنفس الشكل. شايفين؟ شفافه جدا زي اللي بيجي من بره واحسن. تقدري تشكليه زي ما انت عايزه، ومفيش ولا طبقه لازقه في التانية، عشان اتبعنا الخطوات المظبوطه في الفرد. النتيجه عجباني جدا بصراحه. شايفين ايديا باينه منه ازاي؟ تقدري تعملي منه سندوتشات الشاورما وسندوتشات البطاطس السوري اللي بتجنن الطلبه بتاعتنا. ان شاء الله هنعمله مع بعض قريب، ونقدر نحشيه باي حشو، بيكون لذيذ جدا. ولو عامله كميه كبيره ممكن تحتفظي بالزياده في الفريزر، ما تسيبوش في التلاجة من تحت عشان وانت بتلفيه رول ما يتكسرش منك. وبكده نكون عملنا اجمل عيش سوري مع بعض. يا رب تجربوا الوصفه النهارده بطريقتي وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.